اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا وحشتوني جدا، كل سنه وانتم طيبين. النهارده كان عندنا طماطم شارينها اول امبارح، كانت عندنا في التلاجة. بس انا كنت جايباها بصراحه للصلصه، بس انا ما كنتش عملتها. فطبعا فيها خسر، في يعني هيخسر كده مننا في التلاجة اهو. بصوا فيها حتت بدأت ان هي تخسر، هي جامده على فكره. قلت لا خساره، نشوف بقى هنتصرف بالطماطم بتاعتنا دي ازاي. نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف هنبتدي ازاي. هنشغل الحنفيه بتاعتنا كده بسيط، ونبدأ ان احنا إيه نغسل الطماطم بتاعتنا كويس جدا ونشيل فيها اي زياده. بصوا انا عايزه اوريكم الطماطم ما فيهاش اي حاجه، الطماطم جامده. بصوا فطبعا خساره ان احنا نرميها، وهنبدأ نشيل برضو الحته الخضرا دي كده. بصوا برضو تشيلها بالحرف عشان ما تخسريش طماطم، الحته يعني من الطماطميه كبيره، وتبداي تقسمي الطماطميه كده وتحطيها. طبعا انا معايا هنا بوله، معرفش باينه لكم ولا ايه كده، حاطه فيها، بحط فيها الطماطم بتاعتي. بصوا اهي، ونشيل الحته دي ونبدا. ودي برضو بتاعت الطماطم جامده، اكيد باينه وانا بخرط بصوا طماطم جامده ومفيهاش اي حاجه. نبدا برضو نشيل الحته دي كده. هتعملي ايه بالطماطم بتاعك النهارده يا زينب؟ هنتصرف فيها، نعملها صلصه، هنصلصها بحيث ما نكونش خسرنا الطماطم بتاعتنا. وعملناها برضو بطريقه كويسه، نعملها بطريقه كويسه وبطريقه جميله جدا وسهله وتسهل علينا. وانا بالنسبه لي الطريقه دي بتسهل علينا. بصوا هي الحته دي بس مستطريه، فهنشيلها برضو. وبعدين حتى لو انت ما شلتيش الحته المستطريه دي، ما تقلقيش عليها لان احنا في الشتاء. تمام كده اهو. تبداي بقى تقطعي الطماطميه بتاعتك كده 4 تربع وتحطيها في البوله بتاعتك. انا بالنسبه لي الطريقه اللي انا هقول لكم عليها دي بالنسبه لي ان هي مريحه، وبالنسبه لناس تانية متعبه، فاهميني؟ بس والله يعني احسن طريقه ممكن تعملي بيها عشان ما تصفيش حتى الصلصه بتاعتك. لما تستوي ما تصفيش الصلصه بتاعتك. بصوا هخلص بقى، بصوا هعمل معاكم دي واخلص بقيه الكميه اللي معايا. بصوا دي ما فيهاش اي حاجه وجامده. بصوا واخلص، هخلص بقى بقيه الكميه دي وارجع لكم تاني. كده بقى حبايبي زي ما انتم شايفين الطماطم بتاعتنا دي كانت كميه 3 كيلو معايا بالظبط. دي طماطم بتاعتنا هيت، وخلصتها كلها زي ما انتم شايفين. ومعايا حله هنا، اي نوع حله عندك عادي مفيش مشكله. طبعا لسه مش مشغله عليها النار. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبتدي ان احنا نسوي الطماطم بتاعتنا. مش بص هتاخد بالظبط زي حوالي ربع ساعه، تاخد غلوتين تلاته كده وتقومي جايه طافيه عليها حوالي ربع ساعه تستوي. تحسي ان الطماطم بتاعتك خلاص بتستوي، تقومي جايه شايلها خالص وتسيبيها لحد ما تبرد نهائي، وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. يبقى الطماطم بتاعتنا دي هنحطها في الحله كده. بسم الله. هنحط عليها بالظبط كوبايه ميه، ما تزوديش ميه. اهو كوبايه، ممكن نحط كمان نص كوبايه، يبقى كوبايه ونص من الميه بس كده. ما تنسوش ان الميه هتنزل، ان الطماطم هتنزل الميه بتاعتها. تمام كده، يبقى كوبايه ونص من الميه. ونشغل على الطماطم بتاعتنا زي ما انتم شايفين. برضو اول ما تيجي تغلي معايا هوريها لكم. وبرضو هتبدأي مش هتعلي عليها النار قوي اول ما تغلي. يعني بصوا النار انا مش حطاها على العين الكبيره، انا حطاها على العين دي زي ما انتم شايفين. يعني النار كده تمام، مش هينفع توطي عن كده. تمام كده، عشان انا عايزاها تغلي عشان تستوي وتنجز معايا وقت. يبقى احنا كده استفدنا بالطماطم بتاعتنا وما اترمتش. وفي نفس الوقت هنعينها عندنا صلصه في الفريزر، وهنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، بحيث برضو ما تجيش وانتي بتضربي بتصلصي الطماطم بتاعتك تيجي تستخدمها في اي حاجه اللي انتي تصفيها. لا، هيكون البذر بتاعها ده اصلا مختفي، ومش هيكون في اي اثر اصلا، مش هيبقى ليه اي اثر، ولا تحتاجي ان انت تصفي الطماطم بتاعتك. يلا بينا، اول ما الطماطم بتاعتنا تغلي هنغطي عليها، واول ما الطماطم تغلي نرجع لكم تاني.
حبايبي الطماطم بتغلي معايا على فكره، والله انا ما حطيت الا كوبايه ونص قدامكم. بس زي ما انتوا عارفين الطماطم اصلا بتنزل ميتها. بصوا بتغلي اهي. ده شكل الطماطم بتاعتي اهوت. هبدا اهدي النار شويه، حاجه بسيطه، هديها حاجه بسيطه، واسيبها برضو تغلي براحتها لمده ربع ساعه باذن الله، ونطفيها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بقى حبايبي بعد ما الطماطم استوت معايا زي ما انا قلت لكم، خدت ربع ساعه بالظبط، كانت النار عاليه قدامكم، ورجعت هديت عليها شمعه واحده وسردت الميه. على فكره دي الميه اللي طلعت من الطماطم. الطماطم اهي مستويه، طبعا هي سخنه شويه، هتسيبيها لحد ما تبرد نهائي. هنعمل ايه؟ زي ما هنحط الميه دي في الخلاط واحنا بنضرب الطماطم. لا، انت هتشيل الطماطم، هتحطيها في الخلاط. جم معاكي شفشقين مفيش مشكله، زي ما قلت لكم دول 3 كيلو. هتقومي جايه شايله ماليه الشفشق طماطم، وحاطه شويه ميه من الميه دي. بتحطي لان هي دي كده كده الميه اللي صارده من الميه نظيفه، مفيهاش اي مشكله. تحطي شويه ميه صغيرين وتضربيها في الخلاط وتحطيها في الحله من غير اي اضافات ان انتي تسويها. انا هسيبها تبرد تماما ونضربها في الخلاط ونشوف هنسويها ازاي مع بعض. في الحله بتاعتنا سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص، ما خدتش وقت مننا، وبالعكس ده هتوفر عنا بعد كده عشان لما نيجي نعمل الصلصه بتاعتنا ما نبقاش عايزين نصفيها. وبرضه هوريها لكم هتبقى تمام. حابه انت تضيفي لها بنجر مفيش مشكله، حابه تضيفي لها فلفل احمر مفيش اي مشكله، بس بصراحه انا حباها كده من غير اي اضافات. يلا بينا تبرد ونضربها في الخلاط ونشوف هنسويها ازاي مع بعض. طبعا الميه الزياده هتترمي، الميه الزياده هتترمي. يلا بينا. كده بقى حبايبي زي ما انتم شايفين ضربت الطماطم بتاعتي اهيت، هي جم شفشقين بالظبط. شوفوا ناعمه ما فيهاش حتى البذر مش باين ولا اي حاجه. معايا هنا الحله فاضيه من غير اي اضافات ولا سمنه ولا اي حاجه. هنبدا ننزل بسم الله بالطماطم بتاعتنا. الطماطم بتاعتنا ديت طبعا هنجيب شويه ميه صغيرين قوي ونعمل بيها دي. الطماطم هتاخد غلوه معاكي وتقومي جايه مطيعه عليها خالص لحد ما تستوي. هتستوي ازاي؟ هتلاقيها نشفت من الميه اللي فيها، هي دي سوى الصلصه بتاعتنا. تمام كده، يبقى هتاخد غلوه، تسيبيها نار عاليه تاخد غلوه. برضو اول ما هتغلي هوريها لكم تاني. تسيبيها تاخد غلوه وبعد كده توطي عليها خالص تستوي براحتها. يبقى كده، وبعد ما الميه تنشف خالص بتسيبيها تبرد وتعبيها في اكياس بتاعتك، كيس التلاجة اي كيس عندك، وتقومي جايه او علب بلاستيك مفيش مشكله، بس محكمه الغلق تكون مقفوله كويس ومفيش اي مشكله. بتكون جاهزه معاكي في اي وقت انت تعملي صلصه او تعملي تسبيكه تعملي مكرونه. الصلصه جميله جدا ما شاء الله زي ما انتم شايفين. يلا بينا، اول ما تغلي هرجع لكم تاني واوريها لكم. يلا بقى حط اللايك بتاعك واشتركي في القناه عشان الطماطم الجميله ديت الصلصه اللي اللي ما سيبناش الطماطم بتاعتنا تبوظ. خساره طبعا ما نرميش اي حاجه، وفي نفس الوقت نستفاد منها. يلا بينا. كده بقى حبايبي زي ما انتم شايفين الصلصه بتاعتنا بتغلى اهيت. هنبدا بقى ان احنا نهدي عليها برضو. زي ما انا قلت لكم النار عاليه لسه، هبدا ان انا اوطي عليها شويه عشان تستوي براحتها. تمام كده. يلا بينا بقى نشوف بعد ما الصلصه تستوي باذن الله ارجع لكم تاني ونشوف هنعبيها ازاي مع بعض. زي ما انتم شايفين الصلصه بتاعتنا اهي نشفت. طبعا عايزه تنشفيها عن كده مفيش مشكله، هي فيها بقى ميه صغيره خالص. انا حابه اسيبها كده، هطفي بقى عليها ولما تبرد خالص نعبيها في الاكياس بتاعتنا ونشيلها في الفريزر. تمام كده. كده هي استوت معايا، هتطفي عليها بقى وتسيبيها لحد ما تبرد خالص وتعبيها في الاكياس وتفرغي منها الهواء وتربطي الاكياس وتحطيها في الفريزر.